السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة ووصفة سعودية أصيلة. هنعملها بطريقة سهلة وإن شاء الله هتعجبكم. هنجيب هنا بامية، بامية تكون كبيرة مش بامية صغيرة، وهنبدأ نقطعها زي القطع رقيقة زي الشيبسي بالظبط. هنشيل اللي هي الراس اللي هي البوزة الصغننة اللي فوق دي بنشيلها، وبعد كده بنبدأ نقطعها. البامية دي عندنا مغسولة كويس قوي ومتنشفة كويس قوي. ما ينفعش نقطع البامية وهي مبلولة. خلاص كده بننشفها كويس وبنقطعها. اي بامية بنعملها بنجيب الاول البامية من عند الخضري او من عند الفلاحين، ونغسل البامية كويس قوي ونسيبها تنشف تماما، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. ما ينفعش نشتغل في البامية وهي مبلولة، سواء هنعملها طواجن او هنعملها ويكا زي ما احنا ما هنعمل دلوقتي. الويكا احنا جبنا شوربة، اي نوع شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة بط، اي شوربة عندنا هنجيبها وهنسيبها تغلي، وبعد كده نحط فيها معلقة توم نية، توم مدقوق طبعا، وهنحط فيها مكعب مرق، وهنسقط فيها البامية. ولما البامية تبدأ تغلي معانا هنلاقيها مطلعة ريمة كده فوق الوش. الريمة دي هنشيلها. ليه هنشيلها؟ لان الريمة دي المادة الزلالية اللي بتبقى بين البامية وبعضها، عشان احنا هنا مقطعين البامية فهي طلعت المادة الزلالية اللي فيها، فاحنا هنشيلها علشان ما تغمق لناش الويكا وتخليها لنا كمان طعمها حلو. خلاص، انتي لو سبتيها هتغمق لك الويكا بس مش هتعمل اي حاجه، انما عشان احنا بتطلع عندنا الويكا لونها حلو وطعمها كمان حلو فنشيل الماده الزلاليه دي طول ما الباميه بتستوي بتبدا تطلع، كل ما تطلع بنشيلها. دي كانت اخر مره انا شلتها فيها. خلاص هنا الباميه استوت معانا، يتبقى خبطتها خبطتين بس بهرسه البطاطس مش كتير لاني ما بحبهاش ناعمه قوي. انتي حباها ناعمه قوي زودي الهرس شويه. هما كانوا زمان بيعملوها بالمفرق، بس نظرا احنا ما عندناش مفرق فبنحاول نشغل نفسنا. ماشي، اما تديها خبطه كده بالمضرب اليدوي، خبطه او خبطتين وخلاص على كده. خلاص هي هنا كده كانت الباميه استوت معانا. هنبدا نعمل الطشه. نجيب معلقه سمنه كبيره وهنحط فيها توم مدقوق زي بالظبط زي الملوخيه بفص توم، وهنبدا نحمره. ومجرد ان هو يدخل معانا على اللون الذهبي هنعمل اسمه ايه ده، هنحط معاه كزبره، لان الكزبره ما بنحطهاش في الاول عشان لو حطيناها من الاول هتتحرق وهتمرر لنا الاكله. فاحنا مجرد ان اللون بيدخل على الدهبي بنضيف الكزبره، لان الكزبره ما بتستحملش النار. تمام كده. هنا شوربه الباميه، شوربه الويكا بتبقى كتيره شويه عن شوربه الملوخيه، لان شوربه الويكا الباميه بتستوي فيها وما بنغطيهاش، لان لو غطيناها هتفور على البوتاجاز. ماشي كده، بنسيبها مكشوفه، فبالتالي الشوربه هي بتتبخر مع الغليان، فلما تتبخر بتدينا السمك المظبوط. خلاص انا ما اقدرش اقول لكم النسبه بالظبط لاني انا بعملها بصراحه بالبركه كده. خلاص هنا استوت وحطينا عليها الطشه زي ما احنا شايفين، ونبدا نغرفها في الاطباق. حابه تغرفيها في بولات صغيره كل واحد ياخد البوله بتاعته تمام، حابه تغرفيها بوله كبيره وكل واحد يغرف اللي هو عايزه على الاكل، دي حاجه ترجع لك انت وطريقه تقديمك للاكل. خلاص وكده احنا عملناه، ودينا شايفين اللون معانا حلو ازاي، فاتحه ما فيهاش اي ريمه سودا، ما فيهاش اي ماده زلاليه، وتفتح بجد النفس على الاكل، وبجد كان طعمها تحفه. وطبعا حابه تحطي قرن فلفل شطه في الشوربه وهي بتعمل، ده يبقى بيخليها برده جميله، بس انا ما كانش عندي. خلاص كده بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.